جوج الامور كتعطيهم لك الشهاده الجامعيه من الصين. فاش كتاخذ الشهاده الجامعيه ديالك كيجيك السؤال شنو ندير من بعد. الجواب كاين، غير خاص تكون قراراتك ذكيه واختياراتك صحيحه. تقرا في احسن الجامعات العالميه كامريكا، كندا، بريطانيا وغيرها. ثانيا تنخرط في سوق العمل اللي مليء بالفرص الذهبيه، وهذا الشيء خاصو ثلاثه الخطوات اساسيه وانت كتقرا. اولا دير دي ستاج في شركات كبار وانت باقي طالب. كاين شركات عالميه كتقبل الطلاب اجانب من الجامعات الصينيه بحال هواوي، علي بابا، شاومي، لينوفو، كيعطيوك قيمه مضافه في المسيره ديالك وكتخرج وانت عندك تجربه حقيقيه وعلاقات كبيره. ثانيا حاول تخدم على المشاريع اللي كتقترحها الجامعات، خصوصا اللي كتكون بشراكه مع شركات في الميدان ديالك. هذه فرصه باش تبين الكفاءه وكتدخل سوق الشغل قبل ما تسالي الدراسه ديالك. ثالثا تعلم اللغه الصينيه. اليوم الشركات العالميه كيقلبوا على الناس اللي كيعرفوا يخدموا وكيعرفوا يهضروا بالصينيه. علاش؟ حيت الصين ولات شريك اقتصادي مهم، واي شركه كتخدم معها كتحتاج الناس اللي كيعرفوا لغتها وثقافتها، وهذا الشيء كيزيدك من فرصه التشغيل ديالك سواء في الصين ولا في بلدان اخرى اللي كتعاون مع الصين. دير في بالك الاجتهاد واتخاذ القرارات الذكيه والمناسبه هي اللي كتخليك توصل، ومعنا غادي تمشي ايزي واي.